السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي مرة أخرى على قناة مطبخ بشرى. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد العصير اللي هو صحي ودغيا يوجد، العصير ديال البربة مع الفريز. نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم وتشوفوا الفيديو حتى الأخير. وبلا ما نطول عليكم ندوزو دابا للمقادير. عندي هنا كيلو ديال البربة مسلوقة، سلقتها وقطعتها طروفة ودرتها في الماء حتى غلات وطابت. عندي هنا عندي داك الماء فاش طابت البربه، وعندي هنا عصير ديال 3 الليمونات، عندي هنا الفريز تقريبا نص كيلو ديال الفريز، عندي هنا العلبه ديال دانون ديال الفريز الوزن ديال 110 غرام والسنيده. دابا ناخذ الكاس ديال المولينيك، غادي نبدا الخلاط الكهربائي نسبق نص ديال الكميه ديال البربه، ندير بيديا باش ما طير عليا البربه، ندير ديك النص ديال الكميه. راه تيجي هاد العصير رائع وصحي. غنضيف عاوتاني نص كاس نص ديال الفريز اللي عندي هنا، باش ندير هنا 2 طحنات. الفريز كان عندي في المجمد. نضيف عاوتاني نص الكميه ديال داك دانون ديال الفريز، كما قلت لكم الوزن ديال 110 غرام. وغادي نضيف عليه سكر الحبيبات، كل واحد وكيفاش تيبغي الحلاوه ديال العصير. الثانيه ندير 2 معالق. اصلا البربه راها حلوه. غنضيف هنا نص كميه ديال عصير ديال 3 الليمونات، ونضيف داك الماء عاوتاني فاش طابت لي البربه، ندير النص. دابا غادي نخلط العصير ديالي وغادي نتلاقاو ان شاء الله. صافي دابا ملي طحنت العصير ديالي تيولي على هذا القوام هذا، تيجي رائع. وداك النسمه ديال الفريز عاطيه تبارك الله. نتوما كما كتشوفوا. دابا غادي نجيب الكيسان فاش غنقدم لكم العصير. نتوما كتشوفوا الخطوريه ديال داك العصير رائع دغيا تيوجد. وكما قلت لكم راه تيجي صحي، ونتمنى انكم تجربوه في هذا الشهر المبارك ان شاء الله. المقادير ديالو بسيطه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه في ديوركم. وبلا ما تنسوني اخواتي تدعموني بلي لايك ديالكم بتعليقكم الزوينه. وجايه طيبه والى اللقاء.